السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا نونا ودي قناتي، لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل كده اكلة سريعة وخفيفة، مش هتاخد منك وقت، هتخلصيها بس يا دوبك في ساعة كده وتطلعي كده على طول. خصوصا في ايام رمضان، كل سنة وانتم طيبين. يعني ما بنحبش الوقفة كتير في رمضان، نحب نعمل اكلة حلوة كده ونظيفة ونعملها ما تاخدش مننا وقت. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده كمية من الوراك. هنبدأ كده بالتتبيلة. معانا كده البهارات: ملح، فلفل أسمر، كمون، 7 بهارات، بهارات فراخ، وبابريكا، وكاري، والملح وممكن نضيف فيه حبة من السكر. معانا كده حبايتين طماطم وبصلاية. ممكن تبشريهم على المبشرة زي ما احنا عملنا، او ممكن تعمليهم في الكبة حسب الرغبة. طبعا التتبيلة دي ممكن هتعمليها لو انت عايزة تعملي فرخة كاملة، او تعملي صدور فراخ، طبعا اللي انت بتحبيه. بس بجد التتبيلة دي تحفة. هنضيف عليها معلقة من المستردة وباربيكيو وصويا صوص، وهنضيف عليهم معلقتين من اللبن، وهنضيف عليهم معلقة أو معلقتين زيت. هنقلب كل التتبيلة دي وهنبدأ كده. معانا الوراك، كنت أنت بصراحة كنت عايزة أعملها حمام كداب، بس غيرت يعني فكري في آخر لحظة. قلت هعملها كده بطريقة سهلة مش هتاخد مننا وقت. هنبدأ نقطع الوراك قطع كبيرة مش صغيرة، وهنحطها في التتبيلة وتحطيها لمدة ساعتين على الأقل. ممكن تبيتها قبلها بيوم في التلاجة لو انت هتعمليها وتكوني مستعدية. هنتبلها كده ونقلب الفراخ في التتبيلة، وهنسيبها نركنهم على الأقل حاجة ساعتين. أو ممكن تبيتيهم مثلا من بالليل وتحطها في التلاجة. الأكلة دي ممكن تعمليها لو انت عايزة تعملي كمان عزومة، ممكن تعمليها وتقدميها وتعملها بطرق كتير. هنركنهم معانا على جنب لحد كده هي ما تتبل معانا وتكون جاهزة. معانا صينية أو طاسة كبيرة على النار، وهننزل بمعلقة من الزبدة، وهنضيف عليها معلقتين من الزيت، وهنسيب كده لحد الزبدة ما تسخن معايا وتكون جاهزة. بعد الزبدة ما تسخن وتفك معانا ويكون الزيت سخن وكل حاجة، هنزل كده بقطع الفراخ. هرصهم واحدة فراخ واحدة، وبعد كده هنقلبهم على الجهة التانية لحد ما تخلصي الكمية كلها. وممكن تعمليها وتحطها كلها كده وتحطها في الفرن. بجد هتبقى أحلى كمان لو انت عايز تعمليها في الفرن، بتبقى طعمها تحفة، هيعجبك جدا. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة ونقلبها، واللي هتستوي نركنها معانا على جنب، وننزل بقية الكمية لحد ما تستوي وتكون جاهزة معانا. والتتبيلة دي ممكن تعمليها للفراخ، أو ممكن تعمليها يعني حاجة كاملة هتحبيها هتكرريها كتير. التتبيلة سهلة وبسيطة، ومكوناتها بسيطة، مش هتكلف كتير ولا هتاخد مننا وقت. هنخلص كل الكمية وهتكون جاهزة معانا. وهنعمل معاها طبق أو حلة رز، يعني كمية من الرز. طبعا كل واحد بيعمل الكمية اللي على قده وعلى قد الأفراد اللي عنده. هنعمل رز معاها رز بالشعرية، رز أسفة رز أبيض بالزبدة كده وزيت، بس بجد بيكون طعمه تحفة. هنخلصها كل الكمية كده، وممكن هنولع العين التانية ونكون حاطينها على العين التانية كده، ونسيبها ونحط عليها التتبيلة، بقية التتبيلة، وهنغطي عليها ونسيبها كده لحد ما تستوي. لو انت عايزة تحطها في الفرن، قلنا قبل كده يعني لو انت عايزة تحطها في الفرن ممكن تحطيها. تنزلي عليها بقية كمية التتبيلة ونحطها على البوتاجاز وتغطي عليها وتسيبيها كده مع نفسها لحد ما تستوي. وهنكون معانا مجهزين رز غسلته كده ونضفته وحطيته في المصفى ويصفى ميته ويكون جاهز معانا. بعد كده بعد ما نقلناه على العين التانية، طبعا معانا حلة الرز، هنزل بمعلقة زبدة، وهنزل عليها كمان بمعلقتين من زيت ومكعب من الشوربة، وهنسيبهم كده لحد ما يسخنوا. وطبعا احنا مجهزين معانا الرز اللي هنعمله. ممكن تعمليها كمان، يعني لو انت عايز تحبي تعمليها برز من الشعرية، ممكن هتكون معاها برضو طعمها تحفة بجد. هنبدأ كده لحد ما يسخن معانا، وهننزل عليهم بالرز، وهنبدأ كده نشوح الرز تشويحة حلوة. يعني حاولي تشوحيه على قد ما تقدري. ممكن تشوحيه لمدة 5 دقايق، كل ما بتشوحيه بيكون معاكي أحلى، يعني بيكون ناشف معاكي ويتغلف كده بالمادة الدهنية، ويكون بجد تحفة. طبعا كل كوباية رز ليها كوباية مية لو انت بتعمليها بالرز المصري العادي، انما لو هتعمليها بالرز البسمتي كل كوباية رز ليها كوباية ونص من المية. انزل بالملح وقلبناه وشوحناه. بعد كده هنكون مجهزين المية، وهنبدأ ننزل عليه. يا ريت مثلا يعني كل ما بتشوحي الرز والمية طبعا وانت بتحطيها بتديكي بتعمل الحس، بيكون معاكي كده رز احسن ويكون متشوح حلو. كل ما يكون يعني بيكون معاكي عامل معاكي حس. شوحناه وجهزنا المية، وهنزل عليه بالمية، وهنبدأ كده نقلبه ونسيبه تغطي عليه لحد ما يبدأ يغلي معاكي. وبعد كده هتوطي عليه النار، هتروحي كده مقلباه تقلبتين بس او تشقيه كده، وبعد كده بتسيبيه على نار هادية يستوي معاكي.
زي ما أنتم شايفين كده، ممكن تقلّبيه أو ممكن تشقيه بالمعلقة كده يعني شويتين، بس عشان إيه، المَيّة اللي تكون فوق كده وتنزل معاكِ. نغطّي عليه ونغطّيه كده على النار ونسيبه لحد إيه، ما يستوي، وتكون الفراخ خلاص كده خَشَت في التسوية خلاص، مش هتاخد 5 دقايق هي والرز وهيكونوا جاهزين معاكِ. أكلة سريعة وخفيفة مش هتاخد منِّك وقت، هتعمليها يعني في يا دوبك يمكن ساعة بالكتير هتكوني خلّصتيها وطلعتِ كده وأنتِ صايمة تعبانة، فبتبقي يعني عايزة تعملي أي أكلة بتكون مثلًا حلوة ومغذية ونضيفة حلوة كده للأولاد، بس ما بتاخدش وقت لإن الوقفة في المطبخ كتير وإحنا صايمين، بجد بتبقى متعبة. فعشان كده إحنا بنبقى نحاول على قد ما نقدر نجهّز تجهيزات رمضان عشان بس إيه، نساعد الستات ما يقفوش كتير في المطبخ خصوصًا في رمضان. هتبدئي كده طريقة الغرف دي ترجع ليكِ أو التقديم. حطينا كده طبق الرز وهنزينه كده حبة من الصوص اللي إحنا عاملينه، بس بجد طعمها والصوص بتاعها جميل جدًا هيعجبِك جدًا. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ويا ريت تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ، وهنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي شاف وللي كل وللي هيجربها، ونقول انتهى الفيديو ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة، باي باي.